Today I am in بسماية, the city of beauty. اليوم راح نحكي لكم عن ايجابيات وسلبيات مدينة بسماية اللي يقولون عنها مدينة الاحلام، فهل هي صدق مدينة الاحلام لو مدينة الكوابيس؟ راح نبدي بالسلبيات. المفروض ابدي بالايجابيات بس خل ابدي بالسلبيه الاولى واللي هي الناس. البعض وليس الكل، هواي ناس مو زينه بهاي المدينه، مع احترامي للزينين، يعني كلش ناس ما متربايه، لا اخلاق لا تعليم، كل شيء ماكو، ما اعرف منين جايين، كلها حربشه. وهاي السلبيه بس لو تخلص تجي بس ما يصير جنه، وبنفس اللحظه ناسها كلش حبابين وخوش اوادم. وكذلك هذا الشيء موجود بكل انحاء العالم، بانه ناس زينه وناس تعبانه، ولكن ببسماية للاسف التعبانين جاي يطغون على الزينين، يعني 24 ساعه كفار فشار بالشارع، ما تدري ليش. يعني حتى جهالنا وحوش، جهالنا شلونهم الله عليك. والله وحوش. نفس باقي المناطق؟ لا. الناس اللي ببسماية زينين لو مو زينين؟ لا، الناس كلها بشار. يلا ضل ياخذ راحتك حبيبي. بس بيها ناس زينه واكو بيها ناس مو زينه، بس الاكثريه مو زينه. السلبيه الثانيه الانترنت الضعيف. الانترنت هنا فد مره ضعيف فوق ما تتصورون، وليش ما ادري. ثالث سلبيه الاحتكار. الاحتكار من انت عندك فد شغله وما تقبل تعطيها لاي واحد، فقط الك. هذا الشيء اللي يصير ببسماية. احنا هنا ما عندنا غير مول واحد، هذا المول كل بسماية معتمده عليه. تخيل باسواق بكل شيء، اوكي هو يوفر لنا كل المستلزمات، ولكن المناطق البعيده كلها معتمده عليه. لازم نطلع على الشارع العام، يلا نريد نجيب الحاجه الثانيه عدا المول. ثالث سلبيه، او عفوا خلينا نقدر نقول هي مو سلبيه، ولكن اكو نظره الناس ماخذتها علينا اللي من خارج بسماية. دائما ياخذون نظره على اهالي بسماية بان هم كيوت، هم مدللين، هم يعني ما اعرف شلون نقول مراهقين. فليش هاي النظره الدونيه الاحتقاريه علينا؟ ما اعرف شو مسوين احنا. شغله ثانيه، قبل النظافه بسماية كانت منتشره بشكل مو طبيعي، وكانت انظف مدينه يمكن بالعراق كليتها يا رجل، ولكن بالوقت الحالي ما اعرف ليش، بس الناس صارت تعبانه نفس ما قلنا عكس قبل. سلبيه اخرى وهي الموقع. موقعنا جدا بعيد يا شباب، يعني اقل مشوار 45 دقيقه فما فوق من السنتر مال بغداد، فما بالك من نريد ننتقل من الرصافه للكرخ. الوضعيه كلش متعبه يا شباب، يعني بحيث نوصل مرحله نوزع شنو نزوع بالسياره. شباب سلبيه ذكرتها انا ونايم، واللي هي بانه اني يسمون نايم بالغرفه. اكو اصوات تصني، الاصوات مال الشقه الفوق اللي بصفي، لما يدقدقون بسمار، لما ما ادري شنو. وهسه ننتقل الى الايجابيات، واللي هي راح تكون اكثر من السلبيات، فمو معناته انه انت سمعت السلبيات ناس تعبانه وما ادري شنو قبل قلت هاي بعد ما تفيدني، لا الايجابيات راح تغريك. اول ايجابيه واهم ايجابيه، واللي لكل الناس التعبانه والمو تعبانه، الاغنياء والفقراء، السياسيين والغير سياسيين، اللي يشتغلون والما يشتغلون، كلها جت هنا عافت محافظاتها على مود الكهرباء. بكل العراق نعرف بانه احنا ما عندنا كهرباء، لا عندنا محطات، كل شيء ما عندنا، نستورد وماكو فايده، فبكل العراق تطفى الكهرباء الا هنا. شكرا ربكم 300 مره، وقولوا ما شاء الله همين على هذه النعمه. وش قد التكلفه برايك؟ هل عبالك 200,000؟ لان باعتبار هي ما تطفى يعني المفروض تستهلك هواي فلوس، يعني هي على قد استعمالك. احنا ندفع 12,000 مدري 20,000 بالشهر، احنا ايش قد 24 ساعه احنا سبالة تدفع 20,000 او 25,000 او جزء 15,000 حسب يعني. وانتم هناك اللي كهربائكم تطفى تدفعون 60,000 على امبير الواحد 20,000، قول فد 6 امبيرات 100,000 هاي بتجيب. الايجابيه الثانيه المي والغاز. انتم المي عندكم هناك بالشتاء يجيكم بارد، بالصيف يجيكم حار، والدنيا محترقه عندكم. اما احنا بكيفنا، يريد ينزل لنا مي بارد، يريد ينزل لنا مي حار، وكذلك يجينا قوي. انا من رحت القرايبي بدياله ينزل المي اول شيء قطر قليل، مرات ماكو همينه لان باعتبار تانكيات لازم تخزنون وما ادري شنو، همينه بالصيف يجيني حار يعني يصمتني صمت. اما بالنسبه للغاز فانتم عندكم قناني وتصيحون ابو الغاز، وتجي تسمع هاي النغمه الحزينه وتظل تركض وراها لحد ما يجيب لك القنينه. احنا عندنا انابيب تحت الارض ما ادري بين الجدران ما ادري وين حاطين، وتوصل لنا الغاز بدقمه واحده، هذا واشتغل عندك الغاز قبل تظل تطبخ. الايجابيه الثالثه المساحات الخضراء الواسعه، بكل مكان ببسماية تقريبا كل خطوه تمشيها لازم اكو خضار، لازم اكو شجره، لازم اكو نخله. احنا حتى بالرصيف ايش عندنا؟ الرصيف بمنحنى للجماعات الاحتياجات الخاصه، للناس يريدون ينزلون من الدراجات. ومع الاسف انا ليش قلت لكم الناس تعبانه ببسماية، اكو ناس يجون يسدون هذا المنحدر بحيث يجيبوا الاحتياجات الخاصه، يظل منتظر شو وقت تطلع السياره يلا هو ينزل. كذلك عندنا جراجات مال سيارات خير من الله منتشره بشكل واسع، حتى نصيتها فارغه هالقد ما هن هواي. وهذه الجراجات يا شباب شيء كلش حلو، شيء كلش مرتب، يعني مو تقول لك سلبيه بيلو هذه، لا حس بالكم بس ذني قليلات. اكو هنا هذه خلف العماره، وبنص العماره اكو ساحه الكبرى، واكو هناك واكو هناك. الطبيعه بكل خطوه بس ما هي موجوده، واكو اماكن بعد اكثر بس ما بيها حيل اصورها. وهاي ثاني شيء عندنا الملاعب. ما احنا عندنا هنا سباعيات، عندنا ملعب داعش، عندنا ملاعب خماسيه كليتها مجانيه ولكن بنظام دورات. كذلك احنا مدارسنا حكوميه بيها سبالت، بيها كذلك كاميرات. الايجابيه الاخيره كل المجمعات سواء كانت ابراج، سواء كانت بالمنصور، سواء ما ادري وين، شقه قبال شقه. هذه عماره ثانيه بصفها قبل، بحيث الساكن بيها ما عنده خصوصيه، اللي بذاك البرج يباوع على هذا ابو البرج، اما هنا اكو مسافه. كذلك ايجابيه اخرى بانه الشوارع مخططه، وهذا الشيء كلش حلو. ونقطه ثانيه غيروا نظرتكم علينا. والله شباب اللي يجيني من خارج بسماية عباله انه اني كل شيء ما افتهم، اني مدلل يابا. ليش؟ اتمنى تقولون ما شاء الله على النعمه اللي احنا بيها، لان صدق دي يجينا حسد بشكل مو طبيعي. يومين تطفى الكهرباء، يومين يصير عطل ما ادري شنو. اتمنى عجبكم الفيديو، اتمنى تدزون الفيديو. شكو واحد من قرايبكم يريد يجي البسماية او ما يريد يجي بس يريد يطلع عليها او كذا.